كما قلت يبقى من الحكام اللي قادوا اكبر عدد المقابلات. هذه محاوله خطيره، ركله جزاء، ركله جزاء من جديد. هي مباراه ركلات الجزاء، هي مباراة ركلات الجزاء من جانب نور الدين الجعفري الذي لم يتردد من جديد في الاعلان على ركلة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. نتابعوا الإعادة. واش بالفعل كان هناك اسقاط على مستوى مساحة العمليات؟ واش كان هناك اسقاط على مستوى مساحة العمليات؟ فيها شك. كان تدخل من جانب الحارس، اكيد ما غنعطيش قرار يكون او يحسب ضدي، غنخلي من جديد القرار الاول والاخير للمختصين. اذا هي ركله جزاء، يشير الحكم من جديد يشير ركله جزاء لفائده فريق الجيش الملكي، وغتكون فرصه من جديد من اجل تسجيل هدف التعادل. اكيد عزيز العمري غير راضي، عبد العزيز العمري مدرب اولمبيك السفي غير راضي على القرار الاخير باعلان ركله جزاء لفائدة فريق اولمبيك السفي. كنظن بأنه الحكم المساعد عبد الحق فتحي او فتحي اشار بتواجد خطا كنظن كاين تراجع في القرار، ما عرفتش يعني اعلان على ركله الجزاء. كان هناك وقت طويل بعد ذلك مباشره يتم التراجع على هذا القرار. كما قلت فيها شك كبير، ما عرفتش الحيثيات ديال الموضوع، لكن كيبان بان هناك تراجع على مستوى الاعلان على ركله جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. واضحه، كنظن واضحه. تابعونا الاعاده. هنا كنظن ما كاينش خطا. تابعونا التدخل، السقوط كنظن يعني هذا قرار شخصي، يقول قرار شخصي فقط، يعني كيبان ما فيهاش ركله جزاء. نتابعوا هنا السقوط سقط قبل ما يدخل الحارس، هذه ما فيهاش خطا. قبل ذلك كان هناك تدخل من جانب اللاعب ديال فريق اولمبيك سفي، كذلك كيبان ما فيش خطا، لكن الله اعلم اكيد هي الصوره اكيد غتوضح من جديد بالنسبه للمشاهدين الكرام وكذلك المختصين واش بالفعل كان هناك ركله جزاء ولا ما كايناش. اذا نور الدين الجعفري يستلف المقابله بكره سطحيه، مشات فرشيه اليمنى لفائده فريق اولمبيك سافي. تعود الى الجيش الملكي، ملعوبه اماميه، تدخل ديال دفاع فريق العسكري من حمزه حجي، وصلت لوسط الميدان، تلعبات من يونس حمال. اذا غيكون هناك اعتراض تقني، كنظن غيكون هناك اعتراض تقني من جانب عناصر الجيش الملكي. بالفعل غيكون هناك اعتراض تقني كيبان من خلال التقدم ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. الحالة التحكيمية بالنسبة لهذا المقابلة، نور الدين الجعفري أشار بركلة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي، بعد ذلك يتراجع بعد ثواني أكيد من التفكير والمشاورة بين حكم الساحة والحكم المساعد. يتم مباشرة التراجع على قرار الإعلان على ركلة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي.